في يوم من الايام كان في اب قاعد في غرفه الانتظار ومستني مراته اللي بتولد. كان قاعد قلقان ومش على بعضه وخايف لا يحصل لها حاجه، بس فجاه باب العمليات بيتفتح والممرضه بتطلع من الاوضه وباين عليها زعلانه جدا. الاب وقتها فهم ان في حاجه غلط حصلت، نزل على ركبته وقعد يعيط، بس الممرضه بتقول له انت بتعيط ليه يا عم؟ ده ابنك ما ماتش لسه، ابنك هبلنا جوه. الاب بالصدمه اللي هي بتقوله بيبص قدامه بيلاقي ابنه اللي لسه مولود خارج من اوضه العمليات وماشي على رجليه. بيروح له وبيقف قدامه وبعدها بيبص له كده هوب بيغمى عليه وما بيكونش فاهم اي حاجه. بعد شويه الطفل بيروح على البيت وبيكون عنده قوه خارقه وكان فاهم كل حاجه بتحصل حواليه وزهقان من تصرفات ابوه وامه اللي مصدعينه، والعيله بتفضل تدور له على الاسم ليه وبيختاروا له وانج بقى ما كانش طايقهم وزهقان من اللي هما بيعملوه بالرغم من ان هو لسه مولود. كان فاهم كل كلامهم، وفي يوم ابوه وامه مش موجودين بيجرب قوته وبيتحكم في كل حاجه حواليه. امه بسرعه بتفتح الباب فوانج بيرجع يمثل ان هو عيل صغير تاني. بتمر بعدها السنين ووانج بيكبر وبقى عنده 6 سنين، وكان مره رايح علشان يشتري عند امه وياكله علشان ده كانت الوجبه المفضله بتاعته، وكانت المدينه في الوقت ده هاديه وراكيه والدنيا تمام. بس فجاه ضفدع عملاق هجم على المدينه وكسر كل اللي فيها. مجموعه من الصيادين اللي بيحموا المدينه بيهجموا عليه، بس الضفدع ده كان جامد وخلص على كل اللي بيقابله وما عادش فاضل فيهم غير شويه، والاقوى فيهم هو جو. كان في الوقت ده بيلف حوالين الضفدع بيدور على اي فرصه علشان يقتلها، بس فجاه بيشوف وانج وهو ماشي في الشارع وكان عمال يفتح كيس الاندومي بتاعه ولا في دماغه الضفدع ولا اي حاجه، ولما بيشوفه بيتفادى كل هجمات الوحش بسرعه وبيجري عليه علشان يحميه. بس الضفدع بياخد باله وبيهجم عليه بسرعه. جو بقى بيروح للطفل بسرعه وبيقول له اهرب ارجع لبيتكم وما تقلقش انا هحميك. وانج بقى كان واقف ومش فاهم حاجه وزعلان على كيس الاندومي بتاعه. الضفدع هو كمان ما سابهمش وراح على المكان ده علشان يقتلهم، وكان قرب منهم وخلاص هيضربهم، ولكن بوم الضفدع تلاقي ضربه واحده كسرت دماغه واترمى على الارض خسران. الوحش بعدها كان بيجمع قوته وخلاص هيقتل جو، بس انت متخيل ان هو هيقتله والاسطوره وانج موجوده يا صديقي؟ لا والله، وانج اداله ضربه كسرت عظمه. ايوه هات الاندوبه علشان ناكله. جو طبعا اتصدم بعد ما شاف اللي حصل، وام وانج وابوه هم كمان اتصدموا لانهم شافوا كل اللي حصل. ايوه كده عرفوا اخيرا قوه ابنهم، وبعدها الاب والام بقى عندهم مهمه جديده وهي انهم لازم يخفوا طاقه ابنهم عن الانظار علشان ما حدش يستغلها. وانج اصلا كان فاهم كل حاجه حواليه بس قرر يسمع كلامهم علشان بر الوالدين بقى. وبعد مرور 10 سنوات وانج بيكبر وبيروح اخيرا على المدرسه، والمدرسه اسمها الفصيل 60 وهي واحده من اكبر المدارس في المنطقه. وهو داخل المدرسه بيقابل 2 من الطلاب اللي اكبر منه بيقولوا له انت شكلك ضعيف قوي يالا وعلشان كده احنا لازم نحميك. وانج ما كانش فاهم حاجه بس قال لهم خلاص شكرا. الاتنين قالوا له بس انت عارف ان حمايه اي حد مكلفه وعلشان كده انت لازم تدفع مصاريف حمايتك. وانج اتصدم شويه وطلاب هم كمان اتصدموا، هم بتنمروا عليه علشان ضعيف وغلبان ولا ايه؟ وفجاه كان الرياح بتظهر وبتطير الاتنين اللي قدامه. ايوه سورونج ظهرت الابنه الاسطوريه لعائله فلاور فون، بتقول لهم مش عيب عليكم تتنمر على واحد لسه داخل، طول ما انا موجوده هنا مش هسيب الاشكال اللي زيكم تعمل حاجه. والاتنين بيقوموا ولسه هيضربوها ولكن اول ما بيعرفوا يمين بيسيبوها وبيطلعوا يجروا. البت بعدها تتقدم على وانج بكل رقه وبتقول له ما تقلقش مهما حصل هكون جنبك وانا مش هسيب حد يتنمر عليك تاني. بتمد ايديها علشان تسلم عليه، فراح وانج مطلع 10 جنيه وسايبها في ايديها وبعدها سابها ومشي. البت بعدها اتصدمت وكل اللي كان واقف مصدوم ومحدش كان فاهم هو عمل كده ليه. بعدها كل الطلاب بيتجمعوا قدام الشاشه علشان نظام الاختبار لدخول الفصول، واللي بيشرح لهم الاختبار ده هو جو، واللي بقى مدير المدرسه بعد حادثه الضفدع بيقول لهم كل واحد فيكم هيجيب درجه وهيروح على الفصل اللي هيناسب درجته. كل اللي عليكم تدخلوا جوه وتعدوا الاختبار ده والمدرس الصبح هيقيمكم جوه. الطلاب كلهم قالوا له تمام، والطالب الاول بيدخل فعلا على مكان ضلمه ومش فاهم ايه اللي قدامه. فجاه النور بينور والراجل بيتصدم وبيرجع لورا وبيقع. ايوه اختباركم هيكون على بقى روح الضفدع العملاق واللي محبوس باختام كبيره تحت المدرسه. كل اللي عليكم تضربوه صبح هيبدا التقييم عليكم. العجوز بيضرب بالبوكس وهوبا جاب 404 وراح على الفصل العادي، والكل بعدها بيدخل بعده وبيجيبوا ارقام عاديه لحد لما البطل الشين بيوصل وبيقول له اتفرج عليا. بيضرب ضربه بكل قوته وبيجيب 938 وبكده يقدر يدخل على فصل النخبه. ناس كتيره دخلت والدنيا تمام. اخيرا بيجي دور الاسطوره البطله السون بتدخل على الحلبه ووسط تشجيع كل الطلبه بتجمع قوتها في ايديها وبوم ادت للضفدع ضربه قويه حركته من مكانه وجابت 2019. وصبحي والطلاب كلهم كانوا مصدومين من قوتها. بتدخل هي كمان على فصل النخبه وبكده ما عادش غير وانج بس اللي ما ضربش قوتها، والطلاب كلهم كانوا في الوقت ده كانوا بيستهزئوا بيه علشان شكله ضعيف بس هو ما بيديش لكلامهم اهميه وبيدخل على الحلبه. في الوقت ده بقى كان الضفدع مختوم تحت المدرسه وكل ما طالب بيضربه هو بيخزن الطاقه الروحيه بتاعتهم وبيجمعها علشان يفك الختم اللي عليه. كان خلاص قرب يفك الختم ويهرب ومستني الضربه الاخيره علشان يمتص طاقتها. في الوقت ده وانج بيدخل الضفدع بيتعرف عليه. ايوه ده نفس الواد اللي ضربنا قبل كده، كان مرعوب منه جدا وعاوز يهرب بس على فين يا حبيبي. وانج
بيجري عليه وبيجمع قوته في ايده وبوم مكسر المكان بالكامل. الوحش كان واقع مهزوم والعداد حتى ما قدرش يقيس طاقته. الطلاب كلهم كانوا مصدومين ومفكرين ان النظام باظ. صبحي بقى كان رايح على الضفدع ولقاه بيمثل ان هو مات. وانج بيعرف ان هو فصل روحه وهرب ومحدش عارف هو راح فين. صبحي بعدها هو كان بيحكم ان ورغة هيروح على فصل النخبة والهب اتصدم. بعدها بقى في الفصل كانت عليهم المدرسة وبتعلمهم ازاي يستحضروا الارواح. بتخرج لهم روح سمكة كده وبتقول لهم كل واحد فيكم هيقدر يخرج روح على حسب قوتها. الكل في الوقت ده كان بيسمعها ومركزين في الدرس علشان هيطبقوا كمان شوية. الدنيا تمام. بعد ما المدرسة بتخلص شرح بتقول لهم ها مين عاوز يجرب. شين اللهبل بيقوم وبيفضل يعمل زي المدرسة وفي الاخر بيسطع العصاية دي. الكل بيضحك عليه وبيستهزأ وبيعملوا هم كمان زيها. سون بقى على عكس الكل كانت استدعت هيكل لعظم الكلب والكل مصدوم منها ومن الطاقة الروحية بتاعتها. وانج بقى كان قاعد ومش عاوز يجرب وزهقان منهم وعاوز يروح البيت وياكل اندومه باي طريقة. المدرسة بقى بتشوفه بتقول له استحضر حاجة. الواد قال لها تمام. بيستخدم قلك هو عنده وبوم بيستحضر الضفدع العملاق. الطلاب كلهم بيخافوا وبيطلعوا يجروا من الفصل بسرعة. المدرسة بقى بتستخدم الهيكل بتاع السون وبتحدفه على الضفدع. الاتنين بيندمجوا سوا والضفدع بيتحول لكلب حقيقي. الكل بعدها بيفرح بالكلب ده وبيحبه جدا. وانج بقى بيستغل الفرصة وبيخلع من المكان بالكامل وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيكون موعد الانتخابات لرئيس الفصل وعلشان كده كل شوية الطلاب بيحاولوا يجمعوا اي حد معاهم علشان يضمنوا ان هم هينجحوا في الانتخابات. سون بقى كانت عاوزة تشغل دماغها علشان تخليهم ينتخبوها بالعافية. في الاول اشترت لهم كل البضاعة الموجودة في بقالة المدرسة وبعدها قالت لهم كل حاجة النهاردة ببلاش. شوية من العيال اتعصبوا منها وقالوا له انت علشان عيلتك غنية هتخلينا ناخد ببلاش وننتخبك. انا مستحيل اعمل كده. البت قالت لهم براحتكم اللي عاوز ياخد حاجة ويصوت لي يتفضل واللي مش عاوز ينتخبني برضك عادي. خد بس اللي انت عاوزه وامشي وانا مش هجبرك على حاجة. العيال وقتها بتفرح وكان لسه قلقانين برضه. وقتها وانج بقول لها انا هاخد 5 اندومي وهصوت لك 5 مرات. البت قالت له تمام واخدهم فعلا. الطلاب كلهم بعد ما شافوا عملوا زيه وخلصوا اخدوا كل اللي هم عاوزينه وده اللي سون كانت عاوزاها. فبعد ما بياخدوا الهدية منها هي بتنطق جملة كده وبتفعل تعويذة الاغواء واي حد طاقته اقل من طاقتها خلاص بقى معجب بيها. ايه الدماغ دي. طبعا البت كانت فرحانة جدا ومش مصدقة نفسها وبتقول كل ده بسبب وانج انا لازم اشكرها. بتلاقي بعدها الحارس بتاعها بيقول لها وانج ساب لك الحبايه دي كهديه وساب المكان ومشي. بس ايه الحبايه دي وهو اللي سابها؟ دي عباره عن حاجه امه عملتها له بيستخدمها علشان تقلل من قوتها وما تظهرش قدام الناس. ليها طعم حلو طبعا بس بتقلل الطاقه الروحيه لاي شخص لاقصى درجه. وانج طبعا كان مديها لسون علشان يرد لها حق الاندومي وما يكونش اخد منها حاجه ببلاش وما كانش في دماغه اي حاجه تانية. المهم دخل على الفصل والكل كان على راسه علامه الاغواء الا وانج ما كانش على راسه اي حاجه. البت بقى كانت مستغربه علشان ما فيش حاجه على راسه وبتقول هو ازاي عمل كده. في الوقت ده المعلم بيدخل وبيبدا يشرح لهم مهاره الاغواء. ايوه هي دي نفس المهاره اللي سون عملتها واتحكمت بيها في الطلبه. المدرس بقى قال لهم منذ قديم الزمان كان في حاكم كبير جدا وكان ليه ملك كبير جدا وعاوز يعين حد يحكم عليه. بس الراجل ده كان دايما عنده عقده الخيانه وحاسس ان هو لو عين اي حد هيخونه فعلشان كده بتوصل الحل وبيقدر يتكل تعوذه الاغواء دي. فبعد ما بيجمع المستشارين بتوعه بيدوا لهم هديه. بعدها بيطبق التعوذه عليهم. التعوذه بتنجح وما حدش بيخونه بعدها. بس علشان التعوذه دي تنجح بالكامل لازم يكون الشخص التاني ما ادكش هديه هو كمان او طاقته الروحيه اعلى منك والا والتعويذه هتترفع. وانج بقى بيسمع الكلام ده وبيفرح جدا علشان ادى هديه لسون. البت بقى كانت مستغربه نظرات دي بس حس ان هو معجب بيها. وانج بقى لما شافها قلق وخاف لا تكون ما اخدتش الحبايه. قعد يشاور لها والبت طلعتها بيقول لها بالاشاره كده الحمد لله انك اخدتيها. البت ما فهمتش حاجه وفكرته بيقول لها كليها. هوب اكلت الحبايه. مفعولها بيشتغل طاقتها الروحيه بتقل وفجاه كل التاثيرات اللي على كل الطلاب بتختفي وده لان طاقه السون قلت جدا. صبحي بقى كان واخد باله من اللي وانج عمله وفرحان جدا به. بعدها المدرس بينده لسون بيقول لها انت اشطر واحده هنا تعالي يلا وقولي التعويذه. لسه البت رايحه علشان تقولها وفجاه بتدوس على علبه الكنز دي وكانت خلاص هتقع. وانج بسرعه بيلحقها وبيقول لها خدي بالك. المعلم بيقول له طالما هي مش قادره تقف فقول انت بدلها يا عم. الواد بيقول التعويذه فعلا طاقته بتجتاح المكان بالكامل. بعدها المدرس بيعجب بيها اكتر وبيختار رئيس الفصل بنفسه وبيرشح شين بدلها. اليوم بيخلص والكل فرحان بس السون مش فاهمه هو ايه اللي حصل. بعدها صبحي بقى بيرن على جو بيقول له زي ما انت توقعت بالظبط وانج ده شكله جامد وهو اللي الغى تعويذ السون ونجح من اتقانها من اول مره. ده هو المعلم بتاعي. وبعدها بتنتهي المكالمه. وبعد فتره في المدرسه جه موعد صنع الحبوب السحريه وفي اليوم ده الطلاب كلهم بيجيبوا معدتهم وبيستعدوا علشان اللي هيعملوها. شين بقى كان جايب الفرن بتاع عيلته وعاوز يفتخر بيه قدام سون. وعلى سيره البت دي فهي وصلت اهي نزلت من العربيه بتاعتها شافت وانج قدامها.
البت دايبه فيه ومش قادره تبص على حد غيرها. وانجا بقى بيبص لها كده وبيفهم ان هو ده بسبب تعويذه الاغواء بتاعتي. قرب منها وحط ايده على راسها وشال التعويذه. الكل كان بيتفرج واللي هو يا بختك يا ابن المحظوظه. وانجا طبعا ما كانش في دماغه. بعدها بيسيب البت وبيمشي وقال لها كده انت تمام. وسون بعد ما وانج مشي وقعت على الارض وشها كان احمر جدا وشكل الحب ولع الدنيا معاها يا صديقي. المهم بعدها بيدخلوا اخيرا على الفصل وبيستعدوا لصنع الحبوب. المدرسه دي بتعلمهم الطريقه ويا ريتها ما علمتهم حاجه، تحسها تشرح لهم غصب عنها. المهم الكل بدأ في شغله والدنيا تمام. شين كان مفكرها مسابقه نار وكان عمال يتهبل وخلاص. سون بقى وعلى عكس الكل كانت رقيقه جدا وجايبه معاها معدات من الدرجه الاولى علشان تساعدها. اما وانجي كان جايب فرن حراري هو بيستخدمه ده على اساس ان هو هينفع في حاجه يعني، ما علينا. المهم وثق كل التلاميذ دول. كان في واحد فيهم اسمه غور وجايب حاجه اسطوريه، ايوه اداه ناريه متخصصه في صناعه الحبوب دي. والمدرسه والكل بيتصدموا منها وحتى الكلب ده بيحط عينه عليها يا صديقي. المهم بعد شويه شيل الفرن بتاعه بيولع. الواد بالصدى ده ابويا هيموتني، الفرن ده ارث عيلتنا اللي اتحايلت على ابويا علشان اخده. المدرسه بعدها بتهزقه والواد بيسيب المكان وبيطلع يجري زعلان من اللي حصل له. بعدها العيال بتسيب الاجهزه شغاله لمده 6 ساعات لحد لما الحبوب تجهز. وبعد ما بيمشوا الكلب ده بيروح علشان ياكل الاداه الاسطوريه دي علشان تزود له طاقته. ولكن وانج كان فاهم على عيبه راح وراها. الكلب كان لسه هياكلها واول ما شاف وانج طلع يجري. الواد بيجري وراه ونط من الشباك. الكلب بقى كان فاكر ان هو ضحك عليه ورجع علشان يهرب منه ويروح على حته تانيه. بس على فين يا حبيبي، الواد قفشه وكسر دماغه. اخد الاداه منه ودخل الحمام وغسلها. لسه خارج لقى اخوه قدامه شافه وقال له هو انت اخد الاداه بتاعتي بتعمل بيها ايه؟ وانج قال له يا عم استهدى بالله انا كنت بلحقها لك. تلحق اهلي برضك يا حرامي، انت هات البتاع دي وارفع ايدك يلا واجهز علشان هجلدك. وانج مش فاهم حاجه وبيحاول يهدي الموضوع. في الوقت ده كان شيل لسه بيجري في الملعب، جري اكتر من 20 لفه وحرفيا ما عادش اهدى. كان في الوقت ده بيفتكر ابوه لما قال له انا هديك الارث بتاع عيلتنا بس اهم حاجه انك تحافظ عليها. بيفتكر بعدها ان هو كسرها، بيزعل وبيتعب خلاص ما عادش قادر يعمل حاجه. بيقول كده سون هتكرهني، ايوه وانج اخد كل حاجه مني انا مش هسامحه، كل ده بسببه. بيجمع كتب ويروح عليه علشان يضربه. في نفس الوقت ده كان ضرب بالمسدس بتاعه. وانج بيتفادى الهجوم من هنا وبوم خبط في شين من هنا. هو انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ واللي صاب شين ده سم قاتل يا صديقي، ولو الواد ما اتلحقش بسرعه هيموت. وانج بقى الف باله الاصابه مش خطيره واعرف اعالجها بسرعه. بس غو قال له انا مش عارف انك مش هتفهم حاجه، هات لي المكونات دي وساعدني بسرعه. وانج بيحاول يفهمه ان هو يقدر يعالجه. فوانج اول ما بيزهق بيقول له تمام وسمع كلامه وراح وحاول يجيب له المستلزمات اللي هو قال له عليها. وهو كان بيجهز كل حاجه علشان يعمل له العلاج. المدرسه بقى كمان كانت هتوصل خلال ساعتين واستحاله يلحقوا يصنعوا العلاج خلال ساعتين. بس الكلب ده بيستغل انشغاله وبيروح علشان ياكل الاداه تاني. غو بيشوفه وبيضربه والكلب بعدها بيطلع طاقه عاليه بتضرب الاداه دي. ونتيجه لكده لون الاداه بيتغير، ايوه كده هي دخلت في المرحله الثانيه وده بسبب الضربه اللي الكلب عملها. ساعتها بقى غو بيجيله فكره ووانج بيساعده عليها. بيمسكوا الكلب وبيفضلوا يضربوه وبيخلوه يسخن الاداه علشان العلاج يخلص بسرعه. بس بعد ما العلاج بيخلص بيجربوا على الكلب الاول وبيشوف ان هو تمام. وبعدها المدرسه كانت قربت توصل وغو طلع يجري قبل ما وانج يعمل اي حاجه. دخلت فعلا وراحت على اداه غو. الواد كان عارف ان الحبايه بتاعته زمانها باظت وانه كده خلاص خسران وكان زعلان ومش عاوزها تفتحها. بس فجاه لقيت حبايه ذهبيه جواها وجودتها كانت عاليه. الواد نجح في الماده بامتياز. بعدها غو فهم كل حاجه واهل، يبقى ده معناه ان وان غش حبيته وادهنا علشان انجح. انت هتكون صديق عمري يا وانج. بعدها المدرسه راحت على وانج ولقت الحبايه بتاعته محروقه وما نجحتش في الاختبار. اما شين كان قاعد يصلح الفرن بتاع عيلته وبيتضح بقى ان بعد وانج ما اخد حبايه غو ما طلعش منها حبايه ولا حاجه، بالعكس هو ساب كل حاجه ودي هو اللي صنعها غو بذات نفسه. وطبعا الفرن الحراري مش هيعمل اي حاجه فعلشان كده كانت حبايته بايظه. المهم بعد انتهاء اليوم ده العيال بيصلحوا الفرن بتاع شين ولوب بيفرح جدا والثلاثه دول بيكونوا اعز اصحاب. ومن هنا هتبدا مغامراتهم يا صديقي. تاني يوم بقى بيكون وانج قاعد في الفصل وسون بتشوفه بيكون باين عليها انها حبته جدا يا صديقي. بتقرب منه وبتطلب ان هو يوعدها. وانج ما كانش فاهم حاجه ومش عارف يرد عليها علشان اول مره يتحط في الموقف زي ده. بس بسبب طريقه سون وانجذابها ليه الواد مش عارف يعمل اي حاجه. في نفس الاثناء دي كان في 2 من القتله مأجورين قاعدين فوق السطح وبيجهزوا علشان يقتلوا السون. بيتصلوا على المديره بتاعتهم وبيقولوا لها الهدف قدامنا نعمل ايه. المديره بتقول لهم اقتلوها بسرعه. الاتنين بيسمعوا كلامها وبيكونوا خلاص هيضربوها بس وانج بيلاحظهم. بعدها الاتنين بيخافوا والخطه بتاعتهم بتفشل. في نفس الوقت ده المدير الصبح بيندى على وانج علشان المدير عاوز
عاوزه. وانج بيستغل الفرصه بسرعه علشان يهرب من سون وبيقول ايوه. المدرس بعدها بياخده على غرفه المدير وسون بيكون برضه لسه ماشيه وراهم وبيطلع انها افتكرت ان وانج وافق على طلب موعدتها لما قال لها ايوه وما اخدتش بالها ان هو كان بيرد على المدرس مش اكتر. المهم ما علينا. الطلاب كلهم في الوقت ده بيعرفوا ان وانج بيوعد سون البيت المشهوره وبيكتبوا بوستات على النت والبلد كلها بتعرف بده وحتى القاتله المأجوره بتعرف فيها كمان وبتقرر تستغل الفرصه علشان تقتلها. في الوقت ده بقى كان وانج وصل عند المدير وقعد معاه جوه. المدير بيتعرف عليه بيقول له انت الواد اللي هزمت الضفدع من 10 سنين صح؟ وانج ما بيردش عليه. المدير كمل كلامه وقال له الناس كلها فكرتني ان انا اللي مسكتها ومحدش عارف الحقيقه، من فضلك خلينا تلميذ عندك. وانج بقى كان سامع الكلام ده ومتضايق ومش عاوز يرد عليه. بيفضل مستني جوه لحد لما بيخلص كلامه وبعدها وانج بيفعل تعويذه النسيان بتخلي المدير ينسى هو كان عاوزه ليه وبعدها وانج بيسيبه وبيمشي. وبعد ما بيرجع البيت بيفضل يحلم باحلام وحشه وانه سون عاوز يطلعه معاه في موعد غرامه بالعافيه وهو طبعا مش قادر يرفض بس بيفوق منها وبيحمد ربنا ان هو طلع حلم. بيقوم بعدها وبيغسل سنانه وبيفتح الشباك كده وهوب بيلاقي كل الحراس وسون مستنيه قدام البيت. بيقفل الشباك تاني وبينزل تحت علشان يفتح ولكن بيلاقي سون جابت هديه غاليه لمامته وخلتها تلبسه وتخرجه بالعافيه. وانج بقى في الوقت ده كان نفسه ان هو حد يخلصه من الموقف ده بس ما حدش بيلحقه وبيفضل مع سون في العربيه وبعد ما بيخرجوا بيكونوا القتله واقفين وشايفينهم وهم طالعين وبيعملوا خطه علشان يقتلوهم بسرعه. في الوقت ده بقى كان سون قاعده مع وانج وباين عليها بتحبه جدا وهو بقى كان قاعد محرج منها ومستني اليوم يخلص باي طريقه. وبعدها البنت بتوصل الجزيره بتاعت عيلتها بتكون ما فيهاش ناس خالص متخصصه بس ليهم. بعدها سون بتنزل من العربيه وبتلاقي الحراس حواليها من كل اتجاه بتقول لهم خليكم بعيد عني النهارده وما تقلقوش من حاجه وانج هيفضل معايا وهيحميني. في نفس الوقت ده كانت القتله قتلوا مجموعه كبيره من الحراس وقربوا من سون علشان يقتلوها. سون بقى هي كمان اخدت وانج على تمثال كده وقاعدين جنبه علشان هو من المعالم الاثريه هنا بس القتله كانوا وراهم وواحد فيهم بيزعق كده وبيضرب على سون بالمسدس وخلاص هيقتلها. وانج بياخد باله والحارس ده هو كمان بياخد باله بيشوف مسار الطلقه بسرعه وهوب مسكها ببقه وبيحدفها بعدها على القتله بسرعه جدا ومحدش بيلحق يشوف حاجه من صريحتها. سون بقى ما خدتش بالها من طلقه ولا من اي حاجه وبتكون مفكره ان وانج بيبتسم لها. اما الحارس ده فكان شايف كل اللي بيحصل ولسه هيتكلم فوانج استخدم تعويذه النسيان عليه علشان ما يفتكرش اي حاجه. والقتله هم كمان كانت التعويذه اثرت عليهم قرروا الواد ده طار بسبب ارتداد للمسدس وما كانوش عارفين ان وانج هو اللي عمل فيهم كده. بعدها سون فضلت تلف مع وانج في المكان والقتله بيفضلوا يطردوهم وكل ما يحاولوا يقتلوها وانج بيلحقوا وبعدها بينسيهم وبيفضلوا على الحاله دي لحد اخر اليوم. وفي وقتها سون بتشوف السقايه كده وبتقول لوانج انها عاوزه تركبها. الواد ما بيصدقش ان هو هيخلص من المجرمين وبيركب معاها علشان يرتاح شويه بس المجرمين هم كمان بيركبوا وراها وبيكونوا مصممين ان هم هيقتلوها. في الوقت ده جو بيشوفهم وبيعرف ان سون في خطر. البت هي كمان كانت قاعده بتتفرج مع وانج على الالعاب الناريه وبين عليها مندمجه جدا. وانج بقى بيشتت انتباهها اللحظه كده والمجرمين بيستغلوا الفرصه وبيحاصروا الاتنين بالمسدسات. سون بقى بتروح تقعد جنب وانج كده وبتحاول تستجوب المجرمين علشان تعرف مين اللي بعتها. بتعرف بعدها ان فصيل الظل هو اللي مستهدفها. البت بعدها بتخاف على حبيبها بتقوم وبتقف قصادهم وهي بتعيط وبتقول لهم اقتلوني انا بس اهم حاجه ما تجوش جنبه هو ملوش اي ذنب في الحوار ده. القتله بيضحكوا عليها ولسه هيضربوه فجاه وانج عينه بتقلب احمر وبتعصب جامد بيضرب واحد من المجرمين وبيطير التاني. سون كانت شايفه المشهد ده وما كانتش مصدقه عينيها. المجرم بقى اللي كان طاير في السما لقى نار جايه عليه بسرعه جدا وهوب مسحته من الدنيا. جو بعد ما شاف المشهد ده اتاكد من طاقه وانج تاني وعرف ان ده هو معلمها وهو نفس الواد اللي خلص على الضفدع من زمان. سون بقى بعد ما شاف الكوت وانج اعجبت بجدا. الواد بقى مرضاش يمسح لها ذكرياتها وطلب منها كل اللي حصل سر ما بينهم. سون بقى بتفرح جدا وكانت في قمه السعاده. بعد ما المديره بتعرف بخبر فشل اغتيال سون بتتعصب جامد وبتمسك اللي كان مسؤول عن المهمه دي وبتقول له احنا في فصيله الظل عمرنا ما فشلنا في مهمه اغتيال قبل كده بس المره دي حصل حاجه مش متوقعه وعلشان كده البت دي لازم تموت. بتؤمر بعدها الكل باصدار امر الظل والامر ده لو خرج فاستحاله حد يطلع منه عايش تاني وده لان امهر 3 قتله بيكونوا في المهمه دي. وبعدها تاني يوم سون بتروح على المدرسه بيكون في حشره بتراقبها وبتحدد مكانها وكل حاجه علشان المختلين يعرفوا يتصرفوا. بعدها سون بتشوف وانج كده وبتجري عليه وبتقول له يا عم فينك وفين الحاجات الحلوه بتاعتك كده انت نسيتني ولا ايه؟ اصحاب وانج في الوقت ده كانوا معاها وبيقولوا له احنا عملنا ايه علشان الحراس كلها تحاصرنا كده. ووقتها بقى جو بيتدخل وبيقول لهم كل ده بسبب امر الظل. ايوه المختلين امبارح بسبب فشلهم في قتل سون قرروا انهم يعملوا امر الظل وعلشان كده لازم نتعاون كلنا علشان نحميها والا مش هتعيش لبكره. الكل طبعا بيترعب وبيقلق جدا على سون والبنت ذات نفسها كانت خايفه ومرعوبه بس في نفس الوقت ده جو بيطمنها وبيقول لها ما تخافيش انا جهزت كل حاجه ومحدش هيقدر يوصل لك هنا. اولا كده انا جبت حراس من اعلى مستوى
سوا دخلتهم جوه المدرسه، وفي الممرات الصغيره جبت حراس اعلى منهم ومن الدرجه الاولى، وبعدها جو دخلهم جوه مكتبه وقال لهم هنا امن مكان، حتى لو دبانه فكرت تعدي هتموت في ثواني. العيال قالوا له بس في دبانه اهي يا عم، وهوبا الدبانه ماتت. ايوه اقوى فريق قناصه محاصر المكان ده من كل اتجاه، انتم عليكم بس تقعدوا هنا واضمن لكم ان محدش يقدر عليكم. العيال قالوا له كله تمام والدنيا رايقه، بس هل انت متخيل ان الدنيا بالسهوله دي يا صديقي؟ لا والله. المجرم الاول كان اكتاس الصف الاول من الحراس بعد ما حفر نفق تحت الارض وهرب منهم وقتل شويه تانيين منهم، وطبعا ده كله سهل مهمه للشخص اللي بعده. الشخص التاني بقى بيكون ساحر سموم قوي جدا وقدر يخلص على نخبه الحراس في ثانيه، قرب من اوضه سون وخلاص هيوصل لها، وفجاه صبحي كان واقف له بالمرصاد وبيبدا القتال ما بينهم. صبحي كان له افضليه وبيكسر اسلحه المجرم ده ومحدش ادله، لسه كان خلاص هيمسكه، فجاه فجر قنبله من السموم وجرى ناحيه الاوضه. في الاثناء دي بقى كان وانج خارج لبره ورايح علشان يستلم طرد الاندومي بتاعه. المجرم بقى كان قرب من الاوضه وخلاص هيدخلها، وهو معلش بقى علشان مستعجل. صبحي بقى هو كمان قفش، وبكده اول مجرم سقط على سطح بقى وفي مكان واضح. كان في مجرم بيستخدم سلاح سحري ومهاره اختفاء عاليه الجوده، كان بيجمع قوته علشان يكسر الحاجز اللي جوه عامله ويستغل الفرصه علشان يقتل الهدف بتاعه. في نفس الوقت ده كان وانج رايح على السطح علشان يجيب الاندومي بتاعه، بيشوفه كده هو معدي من جنبه وبيقول له منور والله. المجرم اتصدم، هو ازاي شايفني؟ اكيد ما بيتكلمش معاه وبيكلم نفسه. بالفعل وانج جاب الاندومي بتاعه ورجع واقف جنبه، قال له على فكره انا كنت بكلمك وضربت صاحبك الاولاني من شويه، والتاني بقى الكلب بتاعها هيقتله وبكده ما عادش غيرك، هتعمل ايه؟ المجرم وقتها بيتعصب جامد وبيجمع كل قوته السحريه وبيقول له هوريلك، بيضربه بيها بوم انفجار هيكسر كل حاجه، كسر المطرقه بتاعته. ايوه وانج خلص عليه من غير ما يعمل اي حاجه، ده ايه الحلاوه دي؟ الكلب ده هو كمان كان خلص على المجرم اللي تحته وامتص روحه، وبكده التلات مجرمين انتهوا. جو بقى في الوقت ده بيفرح جدا وبيجري على وانج علشان يمدحه، بس الواد بيستخدم قوته عليه وبينسي كل حاجه وبيقول له بعدها انت اللي هزمت المجرم ده ولحقتني مش اكتر. العيال هم كمان بيطلعوا على السطح علشان يطمنوا على صاحبهم وبيشوفوا المشهد ده. ايوه وانج بيمثل عليهم ان هو اتصاب، وسوم مش مصدقه وزعلانه جدا على حبيبها وبتقرر تعالجه باسرع طريقه. وبعد كام يوم بقى كان وانج موجود في اوضته ومتركب له احدث الاجهزه والمعدات اللي بتعالج جسمه، بالرغم من هو سليم وما فيهوش اي حاجه، بس كان حابب المعدات دي واستغل ان هو يبعد الناس عنه شويه ويستريح في اوضته ولا في دماغه. امه بعدها تدخل عليه وبتقول له كفايه كده، هتفضل تمثل لحد امتى؟ لما اصحابك يجوا لهم انك هتخرج معاهم بعد يومين علشان ما يقلقوش اكتر من كده. وبالفعل سون وغوشين وصلوا على البيت علشان يزوروا وانج ويطمنوا على حالته. العيال جايبين هدايا وحلاوه معاهم وورد وحاجه اخر روقان. سون بقى كان باين عليها قلقانه جدا عليها، وعلشان كده حاولت تتقرب من الام بهدايا كتير وقالت لها ما تقلقيش انا هاخد بالي منه وانت مش موجوده. الام وقتها اخدت الهدايا منها وفرحت وبعدها خرجت علشان تسيبهم شويه وعلى وشها نظره فرح. المهم في الوقت ده كان وانج حابب التمثيل ومش عاوز يتحرك لحد لما سون بتقول له انا جبت لك الحقنه دي واللي هتخليك تخف في ثواني، ما تقلقش يعني هتاخدها من هنا وهتبقى فل من هنا. الواد مرعوب منها وبيقول في باله يا رب ارحمني. البنت بقى مش في دماغها حاجه وعاوزه تديها له بسرعه، فلما بتقرب وشها وانج بسرعه بيجري وبياخد البتاع ده من شين وبيقول لهم انا اصلا بقيت بخير وهاجي معاكم المدرسه من بكره. العيال بتفرح بتقول له خلاص يا عم مش مشكله، مش لازم تاخد الحقنه. بس في الوقت ده شين بيستخدم قوته بيخرج بلوره من السحر بتاعه، والحركه دي هي دي اختبار بيتعمل في كل المدارس علشان يقيس قوه الطلاب ويفرق ما بينهم وكده. بيجيب 600 ودي مش درجه عاليه ولكنها شغاله شويه. وبعدها بيقول لهم سيبونا اجرب وبيقيس هو كمان طاقته بيجيب 65. بيزعل جدا من درجته القليله وبيجري على الشباك علشان ينتحر، ولكن شوب بيمسكه وبيجري عليه بيقول له خليك معانا خلينا نضحك عليك شويه. فغوب يقول له تمام. في نفس الاثناء ده كان في مدرسه اسمها الفصيل 59، مدرسه متفوقه وموجود فيها كتير من طلاب النخبه، ولكن اشهرهم هو الرئيس بتاعهم تانج. بيقيس الطاقه بتاعته قدام الكل بيجيب 4379 كده، بيكون المصنف الاول في كل البلد وكل المدارس، والفصل بتاعهم بيفرحوا بانجازاته وبيهتفوا له جدا. الواد بقى طبعا كان في قمه السعاده وفرحان بنفسه قوي. في نفس الوقت ده كان سون جهزت نفسها عشان تقيس الطاقه بتاعتها، بتجمع قوتها وبتجيب 4015 وبكده هي المصنفه الثانيه في المدارس ومن اول 10 على المحافظه. الفصل 59 بيعرف وبيتضايق جدا منها علشان قربت جدا من الزعيم بتاعهم. بعد الكل بيقول له وانج جه ميعادك علشان تقيس الطاقه بتاعتك يا بطل. الواد ما كانش عاوز يقيسها بحجه التعب وكده، ولكن بعد ما بيشوف الحقنه بيقول لهم خلاص انا معاكم. بيقلل طاقته السحريه على قد ما يقدر وهوبا طاقه ناريه عدت الارض واجتاحت المكان بالكامل. النظام طبعا ما قدرش يقيسها والكل طبعا كان مصدوم من الرقم ده. وبعدها وانج بيتصدر المركز الاول في المدارس مكتسح كل من تانج وسون. تانج طبعا بعد ما بيعرف بالصدم وبيفكر ان في حد هكر السيستم
السيستم وعمل كده علشان يهينه. بيستنى لحد لما كل الطلاب بتروح وبعدها بيجيب المساعده بتاعته علشان تخترق النظام وبتنزل وانج من المركز الاول وتعليه. في نفس الوقت ده كان وانج جايب غوه وخلاه يخترق النظام هو كمان علشان يقلل درجته وما يخليهاش ظاهره للكل وكده. الاتنين بينجحوا فعلا في الاختراق وبيوصلوا لقاعده البيانات بس غو بيقع في غلطه والسيستم بيمسكه والفريق التاني بيتمسك برضه. الانذار بيشتغلوا والاتنين بيلحقوا نفسهم بالعافيه وما بيغيروش اي حاجه. كنت صبرت احسن يا عم وهتتغير لوحدها والله بس ما علينا. المهم بقى الفصيل 69 في الوقت ده بيحطوا وانج والسون قدام عينيهم وبيقرروا ان هم يبهدلوهم في الاختبار الاوائل اللي قايم قريب وشكلها هتولع يا صديقي. وبعد مرور فتره من الزمن بيحين اخيرا موعد اختبارات المدارس والحدث ده بيكون كبير جدا وبيضم كل طلاب النخبه. في نفس الوقت ده بقى كانت المدرسه بتتناقش مع مدرس صبحي على البطوله وبتقول له احنا عندنا طالبين المره دي من اوائل العشر على الجمهوريه. الموضوع عادي بالنسبه لسون بس دي موهبتها. بس وانج ازاي جاب المركز الاول؟ اكيد في حاجه غلط في الموضوع. صبحي قال لها ايوه مش باين على شاطر بس في الحياه ده ورا حكايات وغبا هو اللي عاوز يعرف كل حاجه. المهم بتمر الايام وموعد البطوله بيقرب. يوم عن التاني والصحافه والاعلام بيتكلموا عنها وطبعا راحوا يتكلموا مع مدرسه الفصيل 59 وتحديدا مع طالبهم المبدع تانج. بيسالوا الواد ده عن نوايا المدرسه بتاعته في البطوله وايه اللي هيعرضه الواد ده بعدها. بيستعرض مهارته والسوف اللي بيقدر يتحكم فيها. الدنيا رايقه بس المذيعه بتستهزأ بيه علشان ما حصلش على المركز الاول. الواد اول ما بيسمعها بيتضايق وبتشتت انتباهه النتيجه اللي كده بتخبط في دماغه بالسب بتاعه. بيمثل بعدها ان هو تمام وما حصلوش اي حاجه. بيقرب من المذيعه كده بيقول لها الفصيل 59 طول عمره بيطلع الاول في البطوله دي وطبعا هو اللي هيطلع الاول برضه في السنه دي. المذيعه بعدها بتقول له بس انت مش خايف لو وانج يبهدلك او يعمل لك اي حاجه؟ الواد بيتكبر عليها وبيتعصب بعدها بيدي وشه بيقول لها في البطوله هنشوف. وبعدين بيرجع مكانه وكان واضح على ملامحه ان هو مش ناوي على خير يا صديقي. في نفس الوقت ده بقى كان في مدرسه الفصيل 60 كان الثلاث مدرسين مجتمعين وبيتناقشوا يختاروا الخمس تلاميذ اللي هيشاركوا في البطوله. صبحي وجو كانوا اخذوا قرارهم وقرروا ان وانج واصحابه الثلاثه هم اللي هيشاركوا. بس المدرسه كانت عندها اعتراض وده لان وانج ضعيف جدا وجاب درجته بالحظ وبتسال ازاي سمحت له يشارك. جو بعدها بيمثل عليها كده وبيطلب منها توافق والمدرسه فعلا بتضعف قدامه وبتوافق والدنيا عظمه على الاخر. ولكن كان فاضل واحد بس من الخمسه والمدرسه والكل محترم مين اللي هيكون الخامس. بيشوف الكلب كده واقف قدامهم وبيقول هو ده. ايوه هو كلب ولكن الاختبارات دي بتحدد بالقوه الروحيه والذكاء وملهاش علاقه بنوعيه الكائن. وبالفعل الكلب عمل اختبار وجاب 5000. ده ايه الحلاوه دي يا عم؟ الكلب ده بقى في المركز الثاني وحتى وانج اقل منه. في الوقت ده بقى على صحاب وانج بيستهزئوا بيه. الواد خلاص جاب اخره وهو عزم على الانتقام من مدرسه الفصيل 60. راح للمديره بتاعته وقال لها على كل الحكايه. قال لها انا عارف الشخص اللي هجيبه ده ممكن يعمل مشاكل بس انا مش هخسر قدام المدرسه الوضيعه دي الفصيل 60. لازم نخسرهم في البطوله. المديره في الوقت ده كانت عارفه خطوره الشخص اللي هيجيبه ولكن بسبب بعض المشاكل مع المدرسه المنافسه قالت له مش مشكله بس اهم حاجه ما تعملش مشاكل وتخسرنا للكلاب دول. فالواد قال لها تمام ما تلاقيش. بعدها المساعده بتاعت تانجا بتروح على السجن وبتحرر الشخص ده. الواد باين على مجرم وبيضرب في اي حد يقابله وشكله مش ناوي على خير يا صديقي. الواد ده هو كان بعد ما بيعرف بالمشاكل بيتحمس جامد وشكله هيكسر الدنيا. في نفس الاثناء دي صبحي بيعرف التلاميذ الخمسه اللي وقع عليهم الاختبار بالمفروض اللي هيحصل وقال لهم لازم يكون معاكم سيف روحي والا مش هينفع تدخلوا. الكل قالوا له تمام وجابوا سيوفهم معاهم واستعدوا لموعد البطوله. في نفس الاثناء ده بقى وانج ما كانش عاوز يشارك في البطوله اساسا ولكن بعد ما شاف كل اصحابه وحماستهم ناحيتها قرر ان هو يروح معاهم على امل ان هو يرجع تاني يمثل ان هو تعبان ولا حاجه. بينزل البيت علشان يسال ابوه على السب بتاعه وعلى المكان اللي هم مخبينه فيه. في نفس الوقت ده بقى كان الاب والام بيتفرجوا على التلفزيون واخر الاخبار الحصريه وبيعرفوا باذاعه فشل امر الظل في قتل السون. فالاب بيعرفوا مكان السب بتاعه والاب بينزل علشان يجيبه. بيدور على وسط حاجات قديمه كده وبيفتح الكرتونه اللي فيها السيف. اخيرا السيف بينور قدامه والشكل ده السيف على هيئه بشريه واللي بيتصل باقوى انواع السيوف ولكن وانج طبعا مش مديله اي اهميه. المهم تاني يوم وانج بيروح على المدرسه. الكل بيستهزأ بالسيف بتاعه. ايه يا عم حته العصايه دي انت هتقدر تعمل بيها اي حاجه ولا ايه؟ الكل طبعا كان مغفل ومش عارف طاقته ولكن الكلب كان واخد باله وعرف ان هو لو لوح بيه بس ممكن يشق الارض النصين. المهم ما علينا. وانج بقى في الوقت ده بيحاول يمثل علام ان هو تعبان ومش هيقدر يروح المسابقه ولكن التمثيل ما جابش معاهم اي نتيجه واخدوا معاهم بالعافيه. ركبوا الباص وجو كان واقف تحته بيودعهم بس اللي ما كانش واخد باله منه ان كان في حد وراهم بيراقبهم. ايوه رئيسة فصول الظل بنفسها كانت موجوده في العربيه دي وعامله خطه علشان توقع جو وتقتلها وطبعا بسبب ان جو مش موجود هي هتستغل الفرصه وتقتل سون في نفس اليوم وبكده هتضرب عصفورين بحجر واحد. في الاول الرئيسة ده عملت دميه منها وحطت فيها قنبله مؤقته. القنبله دي مش هتنفجر غير بعد ما جو يوصل
تخسر، وخلت الجواسيس اللي تبعها يستدعوا فعلا، وقررت تستنى فرصه عشان تقتل سون. الباص بعدها بيطلع والعربيه بتطلع وراها. وانج بقى في الوقت ده كان قاعد وحاسس بحاجه مش طبيعيه في السيف بتاعه. السيف هو كمان كل شويه كان بيزهق، بس وانج بيرجعه وبيقول له يا عم اسكت هتفضحنا. السيف بيفضل يطلع في وانج اخر ما بيزهق منه، بيدي لوحده وبيقول له اقعد. فالسيف طبعا بيوافق وبيرجع مكانه. بيوصلوا اخيرا لمكان البطوله وبتستقبلهم المديره دي. ايوه الفصل 59 كانوا مراقبين ومستعدين ونيتهم باين على وشهم. المدرسه بتاعتنا بقى كانت باين عليها العداوه مع المديره دي، وشكل في حاجه حصلت ما بينهم قبل كده يا صديقي. المدير بعدها بتشوف وانج كده وهو واقف وبتحدف بقوتها علشان تسكته وتعرف اذا كان يستحق المركز الاول ولا لا. وانج اول لما ضربته مثل علامه ان هو تعبان، وطبعا هو كان بيعمل كل ده علشان يخلوهم يروحوا ويستغل الفرصه دي علشان يهرب منهم او اي حاجه. المديره بقى كانت واقفه ومش فاهمه ايه اللي هو بيعمله ده، وبتقول على فكره الواد ده شاطر قوي في التمثيل. المدرسه بتاعتنا قالت لها انت عملت في كده ايه؟ هو انت بتلوه من الوجع كده ولا ايه؟ المديره قالت لها والله ما عملت له حاجه، ده انا كنت بستكته بس مش اكتر. في الاثناء دي كانت المختله كمان واقفه وراهم بالعربيه ناويه تقتلهم كلهم وتخلص على سون بالذات. وانجا بقى كان بيكمل تمثيله ومش عارف ايه اللي بيحصل. اللافته اللي على رقبته قربت تفك السيف بتاعه. السيف بيحذرها ورعل مش هتلحق تعمل حاجه، جزء صغير من طاقته بيتسرب وهوبا ده ايه العظمه دي؟ الواد طاقته عاليه جدا وكسرت كل اللي حواليه. المختله والكل بالصدم وما بيعرفش كميه الطاقه دي جايه منين. بيفكروا ان في ساحر قوي هنا وبيقرروا يحاولوا يقتلوا سون في وقت تاني. وبكده عمليه الاغتيال فشلت للمره التانيه. ازيدك من الشعر بيت جوه كمان ما كانتش القنبله اثرت فيه وكان قدر ان هو يوقفها في اخر لحظه. ده ايه العظمه دي؟ ده شكل فصيل الظل محتاج يخطط اكتر من كده.